حمامات السباحة اللي هي الكبيرة الرئيسية اهيت. حمامات السباحة الرئيسية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بعد السلام والتحية على كل الناس اللي يعرفوني، أنا هاني السيد، واللي ما يعرفنيش صاحب قناة مطروح جنة وروح اللي هي بيت العيلة، بيتكم انتم. السنة دي معانا شغل مختلف وحاجة مختلفة. نقلنا شغلنا من كل اللي انتوا تعرفوه، والناس اللي ما تعرفنيش كل شغل كان في البلد 100%. السنة دي دخلنا بورتو، معانا شاليه احنا مسؤولين عنه في قلب بورتو، وبفضل الله كنا احنا اللي بنفرشه، وفرشناه بعد عصارة السنين. الشغل اللي فات كله عملت الخبرة بتاعتي طلعتها لكم في المكان ده. المكان ده يمتاز بشوية خدمات كتير جدا هقول لكم عليها في أثناء الفيديو، حاجات فري مع الحجز. ولكن خلونا نوريكم الفيديو ونوريكم المميزات، وهنوريكم لقطات مختلفة من المكان وليه المكان ده مميز. بورتو مميزة عشان فيها بيتش فري، فيها اتوبيس ياخدك الناس معاش عربية فري، فيها اكوا بارك فري، فيها حمامات سباحة كبيرة وحمامات سباحة صغيرة، قريب من كليوباترا والغرام، قريب من جميع شواطئ الأبيض. يعني انت لو عايز تيجي وتأنتخ في الشاليه وتسيب عيالك يعيشوا جوه القرية، امن ومتانة وكل شيء، وعربية الجراج كل حاجة برنس. طيب حمامات السباحة تمام. طيب البيتش اللي على الشط، الشезлونج والكراسي فري مع الحجز بتاعك. يعني انت لو انت حجزت في بورتو ما انتش محتاج تصرف مليم طول الاسبوع بتاعك الا الحجز بتاعك. الكلام ده مش الشاليه بس، كل الشاليهات، لكن كل واحد بيفرش الشاليه بتاعه بمستوى مختلف ومستوى معين. كل واحد بيشوف هو ممكن يجي ناس في اي بي، ناس كذا ناس كذا، كل واحد بيشوف الناس بالشكل اللي هو شايفه. ديت الجنينه اللي تبع الشاليه، وده الميزه بتاعتها. طبعا عملنا لكم حاجه هنا عظمه العظمه، وايه وحجم ووزن وتقدر تنام عليها شخصيا كمان. يعني حبيت تنام انت برنس، تمام. مش كده بس، امنا ده بناء على راي الخبيره الاستراتيجيه اللي معانا اللي فرشت الشاليه، اغلبكم عارفينها، مش هنقول اسمها، هي تبقى تقول نفسها في الكومنتات. قالت ممكن اي عيل يتزحلق من هنا صغير ولا حاجه، فعملنا ده. وكان السفنج من نوع تاني ضعيف صراحه، انا مش يعني بعترف، ولكن احنا اضطرينا نعمل سفنج ايه زي ما انتم شايفين كده، عشان اللي عايز ينام لو حب ينام. وكمان قالت لي حاجه نصيحه حلوه جدا، قالت لي اوعى تعمل قماش من اللي بيحرر عشان ما تبقاش زهقانه منه. اللي يقعد على المرجحه لو وقته طويل يقعد براحته. كمان المرجحه لو انت شفتوا قدر الله انها زي العماره بنفس اللون. وطبعا انا اعتمدت على الله ثم في الشاليه بالالوان البنيه. تعال بقى نشوف بقيه الشاليه. طبعا كرسيين اطفال زي ما انتم شايفين كده، كرسيين اطفال، معاهم ترابيزه طبعا في النص، ومعاهم 4 كراسي برضه، والشمسيه بتاعتهم مع الشمسيه. وشمسيه المرجيحه بص كده على الظل اللي في الجنينه. تعالى كده هنا الناحيه دي ووريهم الظل اللي في الجنينه كلها. يعني انت معاك اوضه فوق الاوضه، هتاكل تشرب تقعد فيها، لكن تحافظ جدا على المكان، لان فيه مخالفات بتنزل من اداره القريه لو انت رميت زباله في المكان مش مكانك. حمام السباحه قدامك، كل اللي قاعد على المرجيحه بيتفرج على حمام السباحه دنيا غير الدنيا. انت قاعد في اوضه ثانيه وظل كامل وزي الفل. طيب عندنا ايه تاني مميز هنا؟ عندنا الشوايه العجيبه اللي هي بتتقلب، شوايه السحر العجيب اللي بتتقلب يمين وشمال. وكمان جايب لكم مولعه فحم مع الشوايه دي. يعني لما تيجي تولع مش محتاج تاخد فحم على البوتاجاز ولا الكلام ده، ولا تعاني ولا تجيب بنزين ولا جاز ولا الكلام ده. شوايه ولعه فحم كهرباء، تحط الفحم فيها تولعه فحم. ممكن تعمل عليها قهوه بس مش على طول، يعني انت اثناء ما بتعمل ممكن تعمل قهوه عليها عشان بس ايه. طيب والمنشر، تقدر تقول ان انا عامل لك شاليه في اي بي. كمان ديت جايه لنا هديه على وش الشاليه من تانا ورنا اهي، جابتها لنا لما احنا ايه عرض الشاليه اهو بتقيت كده، تمام، عشان رمضان وتقلب الوان. طيب تعالى هنا، خليك برضو خدها، خليك زي ما انت واقف واتفرج على الستاير، وريهم الستاير. الستاير خليك بره بعد اذنك. ستاره اللي هي ديت، والستاره اللي هي اللي بتقفل خالص لما انت هتنام، طبعا جميله جدا. مش كده وبس، كمان انا عملت لك حاجه جامده، صح، سلك عشان انت في الشارع الارضي، ناموس دبان اي شيء انت عندك سلك، افتح يا باشا وعيش حياتك زي البرنس. تمام، عملت لك سلك من المكان. تعالى هنا، دي الصاله اللي هي الصاله فيها المطبخ، عملت لك فيها 2 كنبه، عايزينك توريهم الكنبه. الكنبه ديت، وده مش الشكل بتاعها، الشكل بتاعها اهو، هات لهم دي
ده الشكل بتاعك. دي كنبه برضه بتتفتح سرير، لكن انا عملت لك ديت وعملت لك ده اهي. الظهر ده عشان حمايه وعشان تقعد عليه، كمان سفنج بالضغط 40، يعني عمره ما هيريح معاك ما شاء الله لا قوه الا بالله. تلاجتك والمطبخ بتاعك بقى، ودي مهمه. عندنا المصحف بتاعنا وسجادتنا بتاعت الصلاه اهيت، تمام. طيب عندنا هنا طقم البروتين او جرانيت زي ما بيقولوا اهو، كامل ما اتفتحش، طقم كامل اهو ما اتفتحش، تمام يا شباب، زي الفل. بسم الله. طبعا لسه الحاجات ما اتفتحتش كلها، هي بكياسها زي ما هي. انت هتفتح، انت هتجيب، تمام. تعال هنا، جايب لك خلاط اهو، خلاط اهو، وجايب لك طقم كمان فوق اهوت. الطقم ده زي الفل، والطقم ده صيني اهو. لسه هجيب لك طقم من اليمين كمان، عشان كده يبقى كملت لك كل اللي انت عايزه، كل حاجتك. هنا بقى الشفاط اهو، ده الشفاط. البوتاجاز بتاعنا خليك مركز على البوتاجاز شويه، لسه ما اشتغلتش ولا مره اهو. ده الشفاط، وده النور بتاعه عشان خاطر لو انت بتطبخ ولا تسخن حاجه ما يبقاش فيه روايح. الحوض بتاعك، وادي كوباياتك وحاجتك اللي بره ديت. زائد هنا برضو الكاتل ده ما اشتغلش لسه الى الان، يعني الكاتل اللي تحت ده احنا بنستخدمه احنا. دي ولعت الفحم اهيت، بالراحه انا بس وريها لهم ولعت الفحم. دي ولعت الفحم اللي بره زي الفل، تمام. طيب عندنا غساله اهيت، وعندنا الادراج اللي ايه، عايزين حد بقى بلبس. عندنا اجمل حاجه في الموضوع، اجمل ما في الموضوع، طقم كنك كامل. يعني انت انا جايب لك طقم كنك كامل، دي مش تبع الكنك ده اللي جابها هنا بتاعتنا احنا، تمام يا شباب. وده كمان تبعنا مش تبع الشاليه. خلاص كده زي الفل. ها، وطبعا الفرن زي الفل. وادي فوطه عشان برضه لسه ما اشتغلتش، هستنى معلقها اهو عشان يبقى كده ايه كل شيء منكفش وباء. وكمان فيه مكيف في الصاله اللي انت هتقعد فيها، تمام. دخلنا هنا. طيب وجبت لك معلش انا نسيت، انت فتحي بيبسبس لي وهم سامعينك. بصوا يا جماعه، الشاشه طبعا ما شاء الله هيت 32 حاجه ما شاء الله، زائد مروحه عشان خاطر لو انت مش عايز تبقى التكييف، عايز تشغل المروحه مش هتقعد باستمرار بالتكييف. تعالى هنا قايل لهم النور اهو. ده الحمام بتاعك وسخان جديد زي ما خليك بره، سخان ديجيتال برضو زي ما انت، تمام. خليك هنا بره. تعالى الحمام بتاعك اهوت عشان الناس بتركز قوي على وسط الحمام اهو، تمام يا شباب زي الفل. تعالى بقى ايه اوريكم العظمه اللي في اوضه النوم. طبعا اوضه النوم استنى هنا، شايف ده انا فاتح ده اهو سلك اهو عشان نفس اللي قلناه في الاول. تعالى بقى ايه اوريك اهو سلك اهو. تعالى اوريك هنا عملت لك كمان بقى ايه، لما تفتح الهواء يكون شديد عملت لك هنا ترباس وصداده للباب. صداده للباب عشان ما يخبطش في الحيطه، وترباس هنا عشان لو انت فاتح الهواء ما يقفلش منك. زي الفل زي الفل. عملت لك اوضه نوم عموله بقى، جبت لك من الاخر. تعالى يا كبير بعد ما تصلي على السلام. مراتب سفنج طبي، اتحداك لو حصل لها حاجه اهي. طبعا لسه هنشيل الكياس من عليها، تمام. والفرشه كذلك، وكمان الكبرتيات الجديده يا فتحي دي الكبرتيات الجديده اللي هي الحديثه بتاعت الفنادق. وكمان في تكييف وراك اهوت، كمان تكييف، كمان الفرش بتاعك اهو ما شاء الله. ده بس طبعا انت مالكش علاقه، انت خدت فرشك انت، الباقي ده هيتشال. كمان مروحه ما سبتكش كده اهي، جبت لك كمان مروحه عشان لو انت مش عايز تشغل التكييف يبقى زي الفل. شماعه هنا وشماعه ورا الباب اهيت. وعملت لك هنا ستاير اخت اللي بره اهيت فيو. تعالى لسه اسجدوا عليه اوريهم الاول العظمه دي الستاير. لو انت هتقفل هتضل بالشالين هاي، هتفتح تمام كوتش. تعالى بقى اوريك حاجه بقى عظمه من اميز المميزات في شاليهات بورتو، اوضه النوم اللي فيها شباك كبير، وده مش موجود كتير في مطروح في بورتو. فاول عماره يمين واول عماره شمال هم بس الشاليهين دول فقط اللي بيشوفوا. شوف الفيو بتاعك الناحيه الثانيه، ادي الفيو بتاعك كامل متكامل، وقريب بقى من البوابه والمسجد، وقريب هناك اهو، قريب من البوابه والمسجد، وقريب من الاكوا بارك جنب الفندق اللي فيه الاكوا بارك. يعني عيالك لو معاك مش هتركب عربيه حتى وانت رايح الاكوا بارك، هتعيش حياتك يا برنس البنات. لو هتروح
لو هتروح البيتش هتركب اتوبيس من على البوابه تروح بيه البيتش. طيب بالنسبه للمطاعم، عندنا على البوابه مطاعم وسوبر ماركت وجميع الخدمات. كده الشاليه متكامل بكافه شيء. لو انت هتحسبها صح، بدل ما تأجر كل يوم شمسيه ب 150 اتفضل بره في الجنينه. بدل ما تأجر كل يوم شمسيه ب 150 ولا ب 200 ولا ب 100 ولا اكتر ولا باقل، بدل ما كل يوم والتاني تروح محتاج في المواصلات، محتاج، لا انت قاعد في مكان مقفول عليك انت وعيالك، انت وبناتك، انت برنس، عندك سريرين، هو طبعا اقصى شيء 5 6 افراد بالاطفال. عندك مكانك اللي هو عيالي موجودين هنا يقعدوا براحتهم. انا مش عايز، انا غالبا الرجاله بتبقى جايه عايزه تفصل، عايزه تنام. انا انام يا باشا، انا انام برنس زي برنس البرانيس، انام في المكان وارتاح واسيب اولادي يتمتعوا في القريه. الامن موجود في القريه 24 ساعه، خدمات 24 ساعه، الناس كلها بتحافظ على عيالك، سبحان الملك، بتستمتع بالجمال. انت العماره دي مميزه بايه؟ من ضمن مميزاتها خاصه بنفسها جدا. يعني انا ليا انزل حمام السباحه اللي هنا، والناس اللي بره ما يجوليش حمام السباحه بتاعي، واروح انا حمام السباحه اللي بره. هوريكم حمام السباحه اللي هنا وهوريكم شويه حاجات. ده حمام السباحه الاطفال الموجود في العماره الخاصه بالعماره بتاعتي فقط. ده يعني العماره مقفول عليها، عيالك لو بيلعبوا جوه امان الامان، معاهم عجله معاهم حاجه، دايما في ارض امن موجود في العماره، وفي واحد لحمام السباحه قاعد عشان الاولاد يستمتعوا بالجمال. كده انا خلصت ريفيو عن الشاليه الاولاني. هنوريكم، بص وريهم الشاليه من هنا اهو. هات الشاليه من هنا، ادي المرجيحه عامله ايه وادي الشمسيه، وبعد كده بقى هنوريكم حته من حمام السباحه من جوه من هناك الكبير، ويبقى احنا كده خلصنا الريفيو بتاعنا. اي حد ليه اي حاجه في التعليقات اكتب لنا في الكومنتات وهنشوف رايكم ايه، وهوريكم حمام السباحه دلوقتي. تمام. اللاند بتاعنا من ناحيه اوضه النوم، دي اوضه النوم اهيت، وده اللاند اهوت، وادي الاكوا بارك هناك اهي، اكوا بارك يمكن هنا. المسجد بتاعنا اهوت، وادي البوابه الرئيسيه، وادي العماره اهيت. يعني انت لو جاي اهو العماره الشاليه ده، وادي الورد بتاعنا اهو، البوابه الرئيسيه، وادي المسجد، وادي الاداره بتاعت بورتو، وادي حمامات السباحه اهيت، حمامات السباحه اللي هي الرئيسيه اهيت، وانا واقف مكاني، وادي الشاليه بتاعي اهو. كده كل حاجه في القريه زي الفل. ادي المكان اهوت زي الفل ما شاء الله اهوت، حمامات السباحه الكبيره، البعد عن الشاليه اهو فقط.